اللي قدامك في الصورة دي الفنانة نعيمة الصغير، ودي بقى كانت مشهورة بالكتعة. الفنانة دي كان صوتها خشن وكان صوتها قوي جدا. الشبح ده يا ترى بقى الفنانة دي كانت مولودة بصوتها ده كده ولا حصل لها حادثة ولا حاجة؟ لا، قصة صوتها دي ليه قصة وقصة عجيبة جدا، سببها كان قايم على الغل والحقد والستر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اسمع قصة الفنانة دي للآخر وصدقني قصة جميلة جدا، وصلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامك دي زي ما قلت لك اسمها نعيمة عبد المجيد، مش نعيمة الصغير. اسم الصغير ده خدته عن جوزها، وجوزها ده كان اسمه محمد الصغير، كان شغال مونولوج وكان شغال في المسارح. هي بقى من مواليد اسكندرية وراحت اشتغلت مع جوزها في المسارح وفي المونولوج، بدأت تسنده يعني وتفضل جنبه. المهم خدت اسم الصغير زي اسم زوجها بالظبط. مع شغلها مع جوزها بقى في المسارح وفي المونولوج بدأ يجي لها عروض وبدأ يجي لها شغل كتير. ما هي بقى كانت شغالة في قلب فرقة، وهوب يا سيدي ناس زمايلها من اللي في الفرقة دول لما لقوا الشغل جاي لها على طول كده ومتفوقة عنهم بدأوا يغلهم ويحقدهم. واحدة بقى من زمايلها اللي بتغل وبتحقد دي حبت ان هي تخلص منها خالص. انت متخيل؟ حبت ان هي تزيحها من طريقها وتزيحها من الدنيا كلها. عملت لها ايه؟ زميلتها ديت جابت مادة سامة حطتها لها في كوباية الشاي وهي سخنة، وشربتها نعيمة عبد المجيد اللي هي نعيمة الصغير. وعشان كانت قوية البنية كده وكان جسمها قوي فقدرت بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان هي تقاوم المادة السامة دي. ولكن المادة السامة دي تلفت احد الاحبال الصوتية. احد الاحبال الصوتية اللي اتلفت دي كان نتيجته يا سيدي ان صوتها يبقى خشن وقوي زي ما احنا شفناها واتعودنا عليها. بس ربنا سبحانه وتعالى ان له في ذلك حكم. ربنا سبحانه وتعالى صوتها الخشن ده هو اللي كان السبب في شهرتها. بعد كده بدأت تشتغل في الافلام وتشتغل في المشاهد في المسلسلات، وعملت اعلان شمعدان اللي احنا كلنا عارفينه، وبدأ الشغل يجي لها كتير جدا بسبب صوتها الخشن وبسبب صوتها القوي ده. وزميلتها اللي حطت لها السم عشان تخلص منها سبحان الله. تخيل شعورها بقى لما عرفت وشافتها بقت نجمة كبيرة كده. يعني هي الاول كانت شغالة مونولوج، يعني ناس كده على قدهم في مسرح صغير كده في اسكندرية. المهم زميلتها ديت غيرت منها، حاولت تخلص منها. القصة خلصت لحد كده. بس تعالى شوف بقى، تعالى شوف انت لما تكون في محيط عمل وانت شاطر ومجتهد في عملك وتلاقي ناس تانية بتحقد وبتغل عليك وعايزة تأذيك بأي طريقة، حاطين في دماغهم ان انت بتاخد من رزقهم، حاطين في دماغهم ان انت كده بتاخد شغلهم. يا سيدي ما انت ليك شغلك وهو ليه شغله. حاطين في دماغهم ان انت رايح تقاسمهم في حياتهم، يبدأوا يكيدوا ليك المكايد، يبدأوا يكيدوا ليك المكايد ويبدأوا يدوا فيك اسفين لاصحاب الشغل ويبدأوا يعملوا فيك كده. حاطين في دماغهم انك انت لما بتمشي هم هيطلعوا وهيبقوا احسن منك. ولكن والله العظيم معظم الحالات اللي قابلتني واللي انا شفتها، الناس اللي بتحقد على بعض في الشغل وتدي اسفين وتمشي ناس من شغلها، الناس ديت هي كمان ما بتكملش في الشغل شهر 2 يوم او يومين وبيمشوا هم كمان. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الظلم ابدا. فيا سيدي لو انتوا في مجتمع عمل خليك في حالك وخليك في شغلك، ده له شغله وده له شغله. انت تحقد وتغل عليه ليه؟ تحقد ليه وتغل عليه؟ صدقني حقدك وغلك دهوت بيخليه يكبر اكتر في المكان اللي هو فيها. حقدك وغلك عليه في الشغلانه بتخليه ياخد مكانه اكتر في الشغل، وده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. صدقوني لو حبيتوا الخير لبعض وحبيتوا ان الدنيا كلها تبقى متقسمه ما بينكم بالعدل، والله العظيم ربنا هيرضيك انت كمان، ربنا هيرضيك وربنا هيرضيك وكلكم هتتراضوا عشان انتوا حابين الخير لبعض. اللي حصل للفنانه دي واحده كانت عايزه تخلص منها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان له اراده تانيه. ربنا سبحانه وتعالى انقذها وصوتها الخشن نتيجه الماده اللي هي حطتها لها كان هو السبب في شهرتها، وطلعت لحد ما بقت النجمه اللي ما فيش حد ما يعرفهاش. تقدر تقول لي بقى هي مين اصلا اللي حطت لها السم في الشاي؟ والله ما اعرف ولا حد يعرفها هي مين. يا ريت تكون الرساله وصلت، يا ريت تكون الرساله وصلت. حبوا الخير لبعض، تعاونوا في الشغل وفي العمل مع بعض، ويا ريت يا جماعه تعملوا شير ولايك للفيديو ده، واشوفك في فيديو جديد.